علماء النفس بيقولوا إن لما واحد يفشل في تجربة معينة زي رسوب في امتحان أو خسارة فلوس أو إفلاس مشروع، والشخص ده يكون مش مقتنع إن هو كان سبب رئيسي في الفشل، فلازم نجيب للشخص ده تجربة شخص تاني ناجح ونحكيها له مع التركيز على أسباب النجاح. وساعتها الشخص اللي فشل ده لو هو فعلا صادق مع نفسه هيتأكد ويفهم إن هو نفسه كان سبب رئيسي في الفشل ده. وده اللي هنعمله النهارده مع الإخوة اللي مقتنعين إن اقتصاد مصر ماشي زي الفل. لما نبص على السياحة نلاقيها إنها في كارثة، في الوقت إن البلد زي تركيا ما عندهاش نص اللي عند مصر من مؤهلات سياحية وتاريخ. بلد زي تركيا جابت 61 مليار دولار إيرادات سياحة بس سنة 2024. طب مصر كلها جابت كام إيرادات سياحة سنة 2024؟ ال 61 هقول 50، لا غلط برضه. 45 برضه غلط. طب 30 نص الرقم برضه غلط. طب 25 لا. طب 20 خليك حلو بقى برضه غلط. مصر جابت 15 مليار دولار بس، يعني ربع الرقم اللي عملته تركيا. مش كده بس، حتى لما عملنا حدث عالمي زي موكب المومياوات الملكية صرفنا ملايين الملايين على تنظيمه على اساس ان احنا نبهر الدنيا، لكن النتيجه كانت صفر عائد اقتصادي. بقول لك النتيجه 15 مليار دولار، يعني ربع الايرادات بتاعت تركيا. المشكله الحقيقيه في مصر عندنا هي الرؤيه. يعني ايه الرؤيه؟ لما تلاقي ان النظام عندنا في مصر بيبني متحف زي المتحف الكبير، بقالهم 10 سنين يا مؤمن بيبنوا فيه، وبالتارجت بتاعهم بعد كل ده ان المتحف بيقول لك هيجيب 5 مليون سائح سنويا. طيب يعني ايه 5 مليون سائح سنويا؟ طب احنا المفروض نقارن المتحف ده لمتحف زيه ونشوف ال 5 مليون ده رقم اساسا كويس ولا رقم تعبان. انت كمواطن مصري بقى لازم تلطم وتصوت وتقول بعلو صوتك راحت فلوسك يا صابر. ليه؟ لما تيجي تقارن المتحف اللي هم قاعدين بيصرفوا عليه وبيبنوا فيه بقالهم 10 سنين عشان تارجتهم يجيب 5 مليون سايح، هتلاقي متحف زي متحف اللوفر في باريس ده بيجيب 8.7 مليون زاير في 2024، يعني تقريبا 9 مليون زاير. يعني انت ما حصلتش 60% من المستهدف لمتحف اللوفر. متحف اللوفر ده فيه دور كامل فيه آثار مصرية وفرعونية بس، يعني ال9 مليون اللي بيجوا لمتحف اللوفر بيجوا عشان يشوفوا الآثار الفرعونية اللي هي بتاعتك انت أصلا، بيجي له 9 مليون، في الوقت ان انت المتحف الجديد اللي هيبقى كله اثار فرعونيه اللي العالم كله المفروض يجي يشوفها، انت السورس الاصلي بقى، انت متارجت 5 مليون سايح. ده معناه ان الرؤيه فيها مشكله، عندك قصور في الرؤيه. الرؤيه عايزه اداره ناجحه، والاداره الناجحه لازم تكون اداره مدنيه مش اداره عسكريه زي اللي موجوده في مصر. طيب لو حابب نعرف احنا ممكن نحل ازاي ده بالتفصيل، تعالى معايا. لو عايز تتكلم عن اثار في مصر فحدث ولا حرج، عندك الاهرامات احد عجائب الدنيا السبعه، معبد الكرنك، وادي الملوك والملكات في الاقصر، رحله العائله المقدسه، مسار خروج اليهود من مصر. عندك مدينه واحده بس، مدينه واحده زي الاقصر فيها تلت اثار العالم. عندك موارد عظيمه جدا لكن عائدها بالتالي ضعيف جدا. المتاحف المصريه مليانه كنوز لكن مش متسوقه ولا حد يعرف عنها حاجه. مصر عندها اقدم اثار العالم لكن مش قادره تحقق اي ارقام. يبقى المشكله مش في الموارد اللي موجوده في مصر، المشكله مشكله اداره. لو عايز تفهم يعني ايه مشكله اداره هجيب لك مثل بسيط حقيقي كلنا شفناه بعينينا. في 3 ابريل 2021 مصر عملت موكب مهيب ل 22 موميا ملكيه، سموه موكب المومياوات. الموكب ده اتحرك من سقم نراع لرمسيس الثاني، اتكلف عشرات الملايين من الجنيهات، ديكورات وتجهيزات وطرق ومعدات. الحدث اتذاع على كل قنوات العالم، تقريبا اتذاع على 140 قناه. بعد يومين رجعنا للصفر. سالت نفسك ليه؟ الاجابه ببساطه احنا لو كنا استبدلنا المشهد دوت بمشهد فيه فنانين مصريين وعالميين وعلماء مصريين عالميين ليهم اسمهم ووضعهم العالمي، زي مثلا مثال على سبيل وليس على سبيل الحصر الدكتور عصام حجي العالم الكبير في ناسا اللي بيعمل شاي وقهوه بالمناسبه زي ما النظام بيقول عليه مثلا، كان الحدث هيبيع نفسه عالميا. وبالتالي لمشهد الوان مان شو دوت اللي حصل زياده العدد السياح كانت صفر، مفيش اي زياده حقيقيه في اعداد السياح، والايرادات زيادتها صفر. مثال على عقليه عسكريه صرفت فلوس بكميه ضخمه جدا على استعراض من غير اي خطه اقتصاديه طويله المدى. تعال بقى نشوف في تركيا، لو كان عندهم حدث زي ده كان هيعملوا منه حمله عالميه ممتده 10 سنين على الاقل.
مع باقات سياحيه، افلام ومسلسلات بتتكلم عن الحدث ده في كل الافلام والمسلسلات بتاعتهم. استخدموا نص مسلسلاتهم كنوع من الترويج العالمي، مسلسلاتهم بتترجم ل 20 لغه على الاقل. المسلسلات التركيه دي وصلت لمئات ملايين من الناس حول العالم، زي مسلسل سلطان عبد الحميد، ارطغرل، العشق الممنوع، وغيره وغيره وغيره. في الوقت انت كنت بتصرف ملايين الملايين على مسلسل زي الاختيار باجزائه الثلاثه، واللي ما كانش حد بيشوفه في الدنيا كلها غير ربع المصريين تقريبا، والربع ده كانوا مصنفينه ان هو مسلسل كوميدي. واول ما نقول سياحه انه يبقى مطارات. تركيا عملت مطار اسطنبول، واحد كان يصنف لغايه السنه اللي فاتت ما اكبر مطار في العالم، في الوقت ان انت عندك مطار القاهره مطار بيعاني في كل شيء باعتراف المصريين نفسهم قبل الاجانب. تركيا زي ما انا قلت لك بتستخدم كل جوانب وكل اركان الدوله انها تبيع منتج الدوله اللي هو السياحه، لكن احنا عندنا عقليه استعراض مش صناعه. الموكب الملكي طالع يبيع شخص واحد، مش بيبيع سياحه البلد فيها 120 مليون شخص زي ما انا قلت لك، فيهم لعيبه عالميين زي محمد صلاح، فيهم علماء زي الدكتور عصام حجي، فيهم فنانين وغيرهم وغيرهم، يعني لقطه بس من غير اي خطه اقتصاديه. غياب الشراكه كمان مع القطاع الخاص، القطاع الخاص اللي هو بيقدر يقدم ابتكار حقيقي زي الوضع كده في امريكا وكندا، لان الدوله زي ما اتفقنا مع بعض دايما انها صانع وتاجر فاشل. كل حاجة عندنا في مصر محتكرة من الدولة، ده الاسم العام، لكن الاسم لو هنبقى مركزين من الجيش وشركات الأجهزة الأمنية وشركات المخابرات، ودول بيفتقروا فكره ادي العيش لخبازه، وفكره ان هم يكون عندهم درايه حقيقيه بالبزنس. مفيش واحد ينفع يبقى دكتور وصيدلي ومهندس ومحاسب وسباك، كل واحد في الدنيا ربنا خلقه له تخصصه. الحاجه الثالثه ضعف البنيه التحتيه، زي ما انا قلت لك عندنا مطارات متاخره وطرق مرهقه، زي طرق طبعا كامل به الوزير حدث ولا حرج، اللي كلها كل يوم 6 7 حوادث على كل طريق. انت عندك حاجه عمر ما الاتراك هيعرفوا يلاقوها، زي مثلا الاثار الفرعونيه. ايه هي؟ الناس. عندك شعب ابن نكته، ودود بطبعه، بيحب يهرج ويضحك مع الناس، بيحب يضحك ويهرج مع الغريب قبل القريب. شعب كده لما تنزل تحس كده في بينك وبينه كده ألفة انت ما عهدتهاش مع اي شعب تاني. شعب لما بتنزل بتحس فعلا ان الناس حلوة وبتضحك في وشك، في الوقت ان الشعب التركي لا، شعب طف. بالعكس، ده الشعب التركي بيتعمد استخدام اللغة التركية في الرد على الناس، اللي هو it doesn't make any sense. ازاي يا جماعة انت بتستخدم اللغة التركية في دولة سياحية في المقام الاول؟ كل ده، كل العناصر اللي عندك دي انت مش عارف توظفها ولا عارف تستفيد منها حاجه. يبقى الاجابه على السؤال، الاجابه ليه؟ ان انت للاسف عندك مدير فاشل. طيب الفشل الاداري ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى ايرادات قليله. طب الايرادات القليله ديت بيقابلها مصاريف كبيره، ومصاريف بتزيد من سنه لسنه. طيب يبقى انت في التالي هيكون عندك ايرادات قليله قدام مصاريف كتيره، ده يعني معناها عجز مالي. طب العجز المالي ده هيؤدي على ايه؟ هيؤدي الى ضغط مستمر على الجنيه، ضغط مستمر على اقتصادك، معاناه مستمره. وبعد كده المدير الفاشل ده يطلع يقول لك اصل انتوا فقراء قوي. فقراء قوي ازاي يا ابني؟ بقول لك دوله ما عندهاش ربع اللي عندك ومحققه قدك في الايرادات من السياحه بس 4 مرات. انا لا كلمتك لسه لا في صناعه، لا كلمتك في زراعه، ولا كلمتك في ثروه سمكيه. واحد عنده بحرين، بحر ابيض وبحر احمر، واحد عنده موارد كتيره جدا 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 جدا. انا بكلمك بس في بند واحد انت فاشل فيه، اللي هو بند السياحه. كل ده طالع تقول للناس انتوا فقراء قوي. طيب عمال تقول احنا نمسكها، وعمال تقول انا مكمل يا سيدي، مكمل مصمم انك تكمل تمسكها، امسكها، بس ادي الملفات دي لناس بتفهم، ادي العيش لخبازه. يا عم والله انت لو اديتها لواحد زيي ال 15 مليار دول، انا قدام الناس كلها مسؤول ان انا السنه الجايه اسلمك 50 مليار دولار، بس بشرط واحد، ما تقعدش فوق واحد فوق دماغي يقول لي اعمل كذا وما تعملش كذا، ما تقعدش ظابط فوق دماغي يقول لي اعمل دي وما تعملش دي، نفذ دي وما تنفذش دي. ادي الناس الفاهمه وادي الناس اللي قادره تدير حريه الحركه وكامل الصلاحيات ان هم يقدروا يديروا عشان تعرف تحاسبهم. لان انت مدي ناس ما بتعرفش اي حاجه كامل الصلاحيات وما بيعرفوش يديروا وبيفشلوا وما بتقدرش تحاسبهم، في الاخر بتقول للناس انت فقراء قوي. للاسف مصر عندها اهرامات ومعابد وسياحه زي ما قلت لك، لكن باداره عسكريه بقت مجرد استعراضات شكليه زي موكب المومياوات. تركيا عندها اداره مدنيه وما عندهاش ربع اللي موجود في مصر، ركزت على الاقتصاد والسياحه فحققت 4 اضعاف ايراداتنا. الفرق مش في الموارد، الفرق في عقليه الاداره. السؤال بقى،
امتى مصر هتخرج من فكره الاستعراض العسكري ده وتدخل لفكره الصناعه المدنيه المحترفه؟ واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.